السلام عليكم. كيف ما معروف على انرجي هو واحد الانسان اللي عزيز عليه يقلب على اي حاجه تقربوا للهدف ديالو، اي حاجه براتيكي وموتيفي كنبغي نعرفها وكنبغي نشاركها معكم، وانا كنقرا على احسن الطرق اللي تقدر تعاون الانسان فانه ينظم وقته ويخرج منه الماكسيموم د الحوايج زوينين. لقيت واحد الفكره اللي خلات عقلي يحبس. الفكره هي 2 دقائق. كيفاش 2 دقائق؟ هذا الوقت القصير بزاف يقدر يضيع لك نهارك كامل ويرجعك فاشل وعقلك حتى هو مشوش. تصدمت اكثر من اللي عرفت باللي 85% من الناس نهارهم كله يقدر يضيع غير على 2 دقائق. بصح تفصيل صغير ولكن خطير. غالبا في نهارنا اي حاجه بسيطه وصغيره خاصنا نديروها تجينا سهلا ناجلوها. سهل تقول من بعد نخرج الزبل ولا حتى من بعد نصب حوايجي، ماشي وقت نجمع ادواتي. هاد المهام الصغيره الا تجمعت عليك غتولي تجيك ثقيله وغتولي تاخذ منك وقت طويل، وبالاكثر انها كتقطع لك التركيز ديالك. نعطيك مثال، الا جلستي بغيتي تخدم شي بروجي ديالك وسط الخدمه تفكرتي باللي خليتي الادوات ديالك في بلاصه اخرى، ولا تفكرتي حوايجك اللي تقدر تحتاجهم غدا ضروري خصك تصبنوا دابا، غادي تنوض بزز عليك وتقطع تركيزك. ولكن فاش غترجع عقلك ما غاديش يكون باقي شاد في نفس الريتم، ويقدر كاع ما تبقاش باغي تكمل حيت الكانه ديالك مشات، وهكا غتولي مأجل انك تخدم البروجي ديالك اللي مهم 1000 مره اكثر من ديك المهمه الصغيره اللي اجلتي في الاول. ولكن كاين وجه اخر لهاد 2 دقائق. هنا نقدروا نهضروا على الفائده ديال 2 دقائق واللي هضر عليها الكاتب الان دافيد في الكتاب ديالو Getting Things Done، واللي كيقول باللي اي حاجه كتستغرق منك 2 دقائق ولا شي وقت قصير ديرها دابا وما تعقلش عليها، هكا غادي تهنى منها وكتوفر عليك واحد الوقت وواحد الجهد اللي غينفعك في حوايج كبر. واللي زوين في الموضوع ان هاد المهام الصغيره غادي تطلع لك الدوبامين، وهكا عقلك كيبدا غادي معك بريتم زوين وغيبقى معك من الحوايج الصغار حتى للحوايج الكبار. دابا نجيو لطريقه كيفاش تطبق هاد القاعده في حياتك اليوميه. اول حاجه خاص تكون عندك واحد العاده مهمه، وهي انك تكتب قائمه بالحوايج اللي خاصك دير في نهارك. وثاني حاجه هي انك تحدد الحوايج اللي ياخذوا منك 2 دقائق وديرهم هما الاولين مباشره بلا ما تفكر بزاف. وثالث حاجه هي انك تاخذ المهام ولا الاهداف اللي كبار وتقسمهم باش يوليو عندك مهام صغيره اللي تولي قادر ديرهم بسهوله وما تخافش منهم. رابع حاجه كون انسان ذكي، ما تخليش شويه لاكيز يضيع لك بزاف ديال الوقت اللي ممكن تنجح فيه وتوصل فيه. باختصار هاد القاعده ديال 2 دقائق مهمه بزاف، اما تاخذها بطريقه سلبيه واي حاجه محتاجه منك 2 دقائق تاجلها وتجاهلها حتى تولي تجيك ثقيله وتاخذ منك اكثر من وقت 10 المرات، ولا تاخذها بشكل ايجابي واي حاجه كتطلب منك هذا الوقت قصير ديرها وحيدها عليك وما توليش عائق بالنسبه لك. شكرا على متابعه الفيديو. كان معكم انرجي، انا هنا باش نرفع من الانرجي الزوينه ديالكم ونحيد الانرجي الخايبه.